السلام عليكم. سيدة يمنية محترمة عملت فرح لبنتها في فندق كبير. الست عملت زينا زمان اما كنا بنعمل سبوع ولا بنعمل فرح، فبنروح يا اللي بيبدر جنيهات يا اللي بيبدر ذهب، كل واحد على حسب سعته. والست الحمد لله ربنا موسعها علينا، فبدرت على المعزومات لان كانوا كلهم ستات، بدرت عليهم غوايش ذهب. هي حرة تعمل اللي هي عايزة تعمله. وفجأة ان في واحدة منزلة الفيديو وكاتبة عليه سيدة يمنية وزوجة مسؤول معرفش ايه، وبتعمل كذا كذا في مصر الكنانة وحسبي الله ونعم الوكيل. إيه اللي دخل مصر في الموضوع يا قلبي؟ يعني ايه اللي جاب سيرة مصر في الموضوع؟ يعني هي لو كانت عملته في تركيا كنت هتكتبي تركيا وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا كنت هتكتبي اي دولة تانية؟ ايه بتحطي مصر في جملة مفيدة ليه؟ ما الست حرة. الست جت باحترام شديد أجرت قاعة، والقاعة دي شغال فيها مصريين، والفندق ده بيدفع ضرايب. الضرايب دي بقى يا قلبي الحكومة بتاخدها بتعمل لك الطرق في قلب الشوارع ده، لأن أنا واثقة إنك لاجئة في مصر. أصل هو الغل ده ما يطلعش غير من اللي بيبقوا بالشكل ده يعني. الحكومة بتعمل لك طرق معاليكي بتمشي فيها، الحكومة بتعمل لك معارض السلع الغذائية اللي مصريين ولاجئين بياخدوا منها، مش هقول لك لاجئين بس. فيعني ما فيش داعي لكده. يا ريت 500 ألف واحد واحدة زي الست دي يجوا، ما يجوا. مصر جميلة وواسعة وعندنا كل حاجة، عندنا البحر والجبل والغابات أي حاجة، ويجوا طالما باحترامهم والناس هيراعوا القانون، وهيبقى في مصريين مستفيدين والبلد مستفيدة فيها ايه. هو مكتوب علينا ان احنا يجيلنا الشحاتين والارزقيه واللي بيجوا ياخدوا من قوت عيالنا، واحنا اللي احنا مستحملينهم ويعني طالع عينينا معاهم. هو ده اللي مكتوب على مصر ان هم يجونا، سواء كانوا بقى شامي ولا يمني ولا افريقي؟ ايه، نضفوا هنا شويه وتتخف كلمه مصر في قلب الفيديوهات بتاعت العرب. ما ينفعش كده، لينا لسان وبنطلع نتكلم. فيعني اهدوا على نفسكم شويه. ماشي، يلا فتكم بعافيه.